السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحكي شوية. طبعا كلنا بنسأل نفسنا السؤال ده: هو احنا ماشيين صح ولا غلط؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نعرف ان احنا على الطريق الصح. في اوقات كتير في حياتنا بنحس ان احنا تايهين، بنبص حوالينا بنلاقي الناس عارفة هي رايحة فين وعارفين طريقهم، واحنا لسه واقفين في مكاننا مش عارفين الطريق الصح فين. طيب ازاي نعرف ان احنا ماشيين صح؟ اول علامة هي راحة القلب. لما تكون على الطريق الصح قلبك بيكون مرتاح. مش معنى كده ان مفيش تعب ولا صعوبات، لا، الصعوبات موجودة وكل حاجة موجودة، لكن جوانا في مكان كده عميق في قلبنا بنحس براحة، بنحس إن إحنا في المكان الصح. لو قلبك في قلق طول الوقت، لو حاسس بالضيقة على طول مستمرة مش عارف إيه سببها، ممكن يكون ده إشارة إنك محتاج توقف وتفكر: هو أنا ماشي صح؟ تاني علامة: بتقرب من ربنا ولا بتبعد؟ دايما الطريق الصح بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى. لو لقيت نفسك بتصلي أكتر وبتدعي أكتر وبتفتكر ربنا في يومك، يبقى أنت ماشي على الطريق الصح. لكن لو لقيت نفسك بتنسى فرض ربنا، الصلاة، مش فاكر ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، قلبك بقى قاسي، في الحالة دي وقف وراجع نفسك. الطريق اللي بيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى مش طريقك. تالت علامة: بتبقى نسخة أحسن من نفسك. الطريق الصح بيخليك بتتطور وبتلاقي نفسك وبتتعلم وبتكبر وبتبقى بني آدم أفضل. مش بتبقى مثالي، لأ، أنا مقصودش كده، بس برضو لسه بنغلط، ويعني برضو بنغلط وبنتعلم من غلطاتنا. لو لقيت نفسك بتكرر نفس الغلطات وبترجع لنفس العادات الوحشة ومش حاسس بأي تقدم، يعني يبقى أنت تكون محتاج إيه؟ تغيير حاجة، لازم تغير حاجة. رابع علامة: الناس اللي حواليك. قولي مين أصحابك؟ هقولك: لو لقيت نفسك حوالين الناس اللي بتشجعك وبتدعمك وبتحب لك الخير، يبقى انت في الطريق الصح ماشي كويس. لو لقيت نفسك وسط ناس بتحبطك، بتغيرك للأسوأ، بتبعدك عن أهدافك، يبقى الطريق ده اعرف ان هو غلط. خامس علامة: انك تمشي وتعبر على الصعوبات. الطريق الصح ما بيكونش سهل، بس ايه، يستاهل. لو لقيت نفسك صابر على التعب ومستمر رغم الصعوبات ومؤمن ان في نهاية حلوة، يبقى انت على الطريق الصح. لكن
لو كل شوية بتستسلم، بتغير اتجاهك، مش عارف أصلا انت عايز ايه، يبقى انت محتاج تثبت شوية. طيب لو انت اكتشفت انك ماشي يعني في طريق مش صح، اولا ما تخافش. اكتشافك انك غلطان دي اول خطوة صح. هتعمل ايه؟ هترجع لربنا سبحانه وتعالى فورا، صلي ركعتين لله، ادعي من قلبك، قول يا رب دليني على الطريق الصح، يا رب وفقني. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيسمع منك وهيستجيب. ربنا ما بيردش دعوة لحد. تالت حاجة، غير اللي تقدر عليه. ممكن ما تقدرش تغير كل حاجة مرة واحدة، بس ابدأ بحاجة واحدة صغيرة. غير يعني عادة كده سيئة، مثلا ابعد عن يعني صاحب مش كويس. ابدأ، حدد هدف وابدأ فيه. كل خطوة صغيرة يعني بتقربك من الطريق الصح. رابع حاجة، استخير. صلاة الاستخارة دي من أعظم النعم. لما تكون محتار بين طريقين، استخير ربنا وقول يا رب إن الطريق ده خير ليا، يسره ليا، وإن كان شر ابعده عني، وخليك واثق في اختيار ربنا ليك. الخلاصة، الطريق الصح مش دايما واضح، بس ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا عليه. بنحس براحة في القلب، بنقرب من ربنا، بنتطور. الصحبة بنتلاقينا بنتصاحب على ناس يعني صالحين. والصبر، دي كلها علامات ان احنا ماشيين صح. طب لو حسيتوا انكم تايهين، ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى وهو هيدلكم. النصيحة النهاردة بتقول، لو حاسس انك مش عارف انك ماشي صح ولا لأ، اقعد مع نفسك. هو انا قلبي مرتاح؟ هو انا قلبي قريب من ربنا؟ هو انا بتطور؟ بناء على الإجابات اللي انت هتجاوب نفسك عليها هتعرف انت فين. أتمنى كلامي يعجبكم وتشاركوني رأيكم. السلام عليكم.